السلام عليكم، جمعتكم مباركة. شعب اليمن وإيش اللي حاصل؟ كل يوم جريمة أسوأ من الثانية. إحنا كنا ما كانش المجتمع اليمني هكذا. حكومة صنعاء، أنا عارف إنكم بتزعلوا من كلامنا وبتزعلوا من الترندات والناس اللي يجي يقولوا فضحتونا. فضحناك على ويش؟ إذا السوشيال ميديا ما لا يأخذ حق المساكين، الحكومة ما لا تحرك ساكن. حكومة صنعاء حتى لو تزعلوا من فيديوهاتنا، لو انتوا قايمين بواجبكم احنا ما بنتكلم. والقضية الأولى قضية الزويكي، دافع عن شرفه، دخلته السجن وكان يعدم. لولا تفاعل الشعبي معه والجماهيري كان أعدم ولا حد داري عنه. القضية الثانية قضية النصاب غالب القاضي اللي يستغل بنات الناس ويتزوجهم بسلة غذائية، ولا حد الآن حر طليق. وبيجي يقول لكم صح أنا تزوجتها بعقد شرعي. صح أنت تزوجت بعقد شرعي، لكن كيف طريقة الزواج أنت استغليتها. الآن إحنا في القضية الثالثة، أحمد حسين نجاد من أرتل، ويقولوا إنه قريبه مشرف ياخذ بنت عمرها 9 سنوات، طفلة، ويغتصبها، وهم من أسرة معدمة فقيرة. أمها كانت تنظف أو تشتغل في بيت من البيوت، وعلى الظاهر إنه كان في نفس البيت ساكن أو في نفس الحي، وحصل البنت وأخذها واغتصبها. والآن يقوموا ناس من عيال عمه يسمون نفسهم مشايخ ومشايخ آخرين يحكموا إنه يتزوجها بأي عقل، بأي عرف، بأي شريعة، بأي قانون. حتى قانون الغاب ما يقبل بهذا الكلام. يجب أن أقل شيء يعدم، أقل حاجة أنه يعدم ويسحل في شوارع العاصمة عبره لكل مغتصب طفلة عمرها 9 سنوات. أنت يا سربوت، أنت وهو اللي تسموا نفسكم مشايخ، تجي تحكم إنه يتزوجها. خليه يتزوج بنتك، خليه يغتصب بنتك ويتزوجها. يلا دام إنك مسوي نفسك قاضي. الأمن، قوموا بواجبكم. إحنا ما بنجلس نرويكم إيش واجبكم وإيش عملكم. جرائم مثل هذا المفروض إن إحنا ما نتكلم فيها. لو أنتوا قايمين بعملكم ما بنتكلم ولا بتشوفوا حد يتفاعل خالص. لكن دام إنكم مقصرين ودام فيها محسوبية، يقولوا هذا أحمد حسين نجاد، هذا إنه عيال عمه مشرفين. وإذا مشرفين، وإذا كان حتى قائد القوات المسلحة يتعاقب على فعلته. قلنا لكم إن إحنا في مجتمع محافظ. مثل هذا القضايا عندنا شيء جريمة كبرى غريب. ورسالة لبعض الناس اللي يدخل لي في التعليقات ويقول أنتوا فضحتونا. يا أخي العزيز، إحنا لو ما تكلمنا عن هذا القضايا حق الناس بايموت، حق المظلوم بايموت، ولا حد باينصفه. لكن أصبحت السوشيال ميديا الآن قبيلة للي ماشي مع قبيلة. هذا الواقع، ظهر للي ما عنده ظهر. هذا أصبحت السوشيال ميديا. يا ناشطين، يا حقوقيين، لا تسكتوا على أي جريمة تحصل في صنعاء، في عدن، في حضرموت، في أي منطقة من مناطق الجمهورية. لا خلاص، أصبح الشعب اليمني مؤثر في مواقع التواصل الاجتماعي. قضية البنت جنات اللي عمرها 9 سنوات اللي اغتصبها أحمد حسين نجاد من سكان أرتل، عمره 30 سنة، هذا القضية تطلع للسماء. لازم ياخذ جزاه، وجزاه العادل اللي يرضي الشعب اليمني، مش اللي يرضي الواسطة اللي عنده. والمفروض ان اللي حكموا انه يتزوجها يتحاكموا وياخذوا جزاهم. تحياتي.